بنكمل النهارده حكايه الانمي اللطيف بتاعنا، حكايه ريو وكوتارو. وبعد الموقف اللطيف والغريب جدا اللي حصل ما بين البنوته كيرين وما بين الولد تاكا، اللي كانوا الاتنين قصاد بعض بيحاولوا يثبتوا ان الساحرات موجودين والتاني بيحاول يثبت ان الابطال الخارقين موجودين، وكان في مشكله كبيره جدا ما بين الطفلين اللطاف دولت. وطبعا ريو كان بيحاول يفك المشكله الكبيره اللي بتحصل ما بينهم دي، بس ما كانش قادر يعترف ان لا دي حقيقيه، لا الساحرات حقيقيين ولا الابطال الخارقين اصلا موجودين، علشان هو ما كانش عايز يدمر احلام الاطفال الصغيرين دولت، وحاول ان هو يستعين بمساعده اينو البنت اللي هي بتحبه. بس طبعا اينو كانت هتحل المشكله عن طريق ان هي جابت لهم قصص عن الساحرات اللي كان بيتم حرقهم في الماضي في القريه، وكانت هتحكي لهم قصص سوداويه جدا علشان تبعدهم عن الحاجات دي، وتكون كريم في النهايه ما تحبش ان هي تكون ساحره زي ما هي عايزه تكون في المستقبل. بس طبعا ريو ما وافقش على المشكله دي، ودلوقتي هتحصل كارثه كبيره جدا لما يشوف ريو ان كريم كانت عايزه تنط من فوق السور علشان تطير، لان هي كانت مصممه ان هي هتطير حرفيا بالمكنسه زي السحرات علشان تثبت ان السحرات موجودين لتاكا. فالاطفال دولت هتحصل منهم كوارث، فخلونا نكمل. وبعد كده الحصه بتاعته بتخلص، وهو بيمشي علشان خلص المدرسه بيشوف قدامه ان كريم كانت واقفه على السور علشان تطير بالمكنسه بتاعتها. فالولد اول ما شافها في المنظر ده اترعب من البنت دي هتعمله، فطلع يجري عليها والحقها في اخر لحظه لما نطت بالمكنسه بتاعتها، وهي اول ما وقعت عليه قعدت تعيط لان هي اكتشفت ان هي مش هتقدر تطير. وريو كان زعلان عليها في الوقت ده، وحاسس ان كلام صاحبه هياتو كان صح، لانه كان لازم يعرفها بالحقيقه ان السحرة مش موجودين. ولكن ده لحد ما المديره دخلت عليه وسالته عن سبب بكاء البنت الصغيره دي، فكريم كانت بتعيط وقالت لها ان هي مش عارفه تطير على المكنسه زي الساحرات. فالمديره قالت لها انت اكيد مش هتعرفي تطيري، لان انت قدامك على الاقل اكتر من 100 سنه علشان تقدري تطيري على مقاشه الساحرات. فكريم اول ما سمعت كلامها فرحت جدا لانها هتقدر تطير زي الساحرات بس بعد 100 سنه. ومشيت المديره من قدامها اللي حلت المشكله بذكاء كبير جدا، وكانت كريم مبهوره جدا وعينها بتنور منها. وبعدها رجعوا تاني الحضانه والاطفال كلهم رجعوا تاني يلعبوا سوا. وبعد كده بيخلص اليوم وبنرجع تاني ليوم جديد في بيت نيزو، الطالب اللي هو بيكون من فصل النخبه اللي هو موجود فيه اشطر وافضل الطلاب في المدرسه كلها. بنلاقي في بيت نيزو ان كيتشي اخوه الصغير بيطلب من ابوه لعبه، فكيتشي قرر ان هو يسيب البيت ويهرب ويمشي، وقال لهم ان هو مش هيرجع تاني. وعلى الناحيه التانيه في بيت المديره بنلاقي ريو كان عمال ينشر الغسيل، وكوتارو كان قاعد بيتفرج على النمل في الارض وكان ماشي وراه، وعلى طول راح عند اخوه ريو وبدا يشده من رجله علشان ياخده يوريه حاجه هو شافها. ريو لما بيمشي معاه بيلاقي طفل مزنوق في الشجره بتاع البيت. ريو اول ما شافه عرف ان هو اخو نيزو اللي هو معاه في المدرسه، فعرض عليه ان هو يساعده علشان يخرجه من الشجره دي. فكيتشو ضرب ايده ورفض المساعده وقال له انا مش عايزك تساعدني. وكوتارو الصغير اتصدم منه لما لقى الولد الصغير ده ضرب اخوه. ريو قال للولد الصغير خلاص طالما انت مش عايز مساعده انا هسيبك وانا هروح اكمل نشر في الهدوم، ولو عوزت تخرج من عندك او اي مساعده نادي عليا. وريو طلب من اخوه كوتارو ان هو يفضل واقف جنبه. فمشي ريو فعلا وقرر ان هو يرن على اخوه الكبير نيزو، بس هو للاسف ما لقاش رقمه متسجل عنده. فاتصل على الولد ياجي المشبوه اللي بيحب الاطفال علشان هو صديق نيزو المقرب. فوصل ياجي وقعد يلعب مع خدود كوتارو كالعاده، وجاب دم كمان من مناخيره. الولد ده مشبوه يا جدعان. فإينو وصلت في الوقت ده وقالت له ابعد عن الطفل لا اما هرن على الشرطه يجوا ياخدوك دلوقتي. فريو قال لها الموضوع مش مستاهل كل ده، انا اللي رنيت عليه علشان يديني رقم نيزو، بس انا ما توقعتش ان انت هتيجي معايا اينو. فإينو قالت له ان انا قابلته وهو جاي في السكه فجيت وراه علشان انا كنت شاكه فيه. فريو قال لها ان ياجي قال له ان نيزو في الشغل ومش هيقدر يجي ياخد اخوه، فعلشان كده ياجي هو اللي جه مكانه. فإينو قالت له بس الشغل المفروض ان هو مخالف لقوانين المدرسه. فياجي قال لها ان هو خد اذن من المديره علشان يساعد عيلته المكونه من 8 افراد، يعني عيلته كبيره جدا ولازم يشتغل ويساعدهم. فإينو اتفاجئ جدا لان نيزو المفروض ولد مجتهد وشاطر وكمان بيطلع التاني طول الوقت على الفصل، وكمان عرفت دلوقتي ان هو شغال وبيساعد عيلته. فكيتشي اخوه الصغير قال لهم ان بالاضافه للمدرسه وعمله علشان يساعد العيله هو كمان بيساعد جوه البيت في اعمال المنزل، وكان واضح عليه ان هو مبسوط وهو بيتكلم عن اخوه الكبير. فإينو قالت له انت ليه سبت البيت وهربت من اهلك؟ فكيتشي عيط وقال لهم ان هو لو اتولد في عيله غنيه كان زمانه اشترى اللعبه اللي هو عايزها. وفجاه بيظهر اخ تاني لكيتشي شبهه بالظبط وقال لهم ان اصحاب كيتشي كلهم اشتروا اللعبه دي وكيتشي هو الوحيد اللي ما اشتراهاش. فكيتشي ساعتها قعد يعيط وقال لهم ان هو بيحب عيلته لكن هو بيكره الفقر جدا، وقال له فكرتني بايام زمان لما كنا اطفال، كانت في لعبه مشهوره مع الاطفال كلها الا اخوك نيزو، فانا عرضت عليه ان هو ياخد لعبتي علشان يلعب بيها، فهو رد عليا وقال لي ان هو لو عايز يلعب بيها هو هيصنع لنفسه واحده، بس هو دلوقتي مش عاوز. يعني الولد حرفيا كان قنوع جدا، وده اللي مخلي نيزو مميز عن غيره في كل اصحابه وفي كل الفصل. فكيتشي حس بقد ايه هو غلطان وصغير مقارنه باخوه نيزو اللي بيعمل كل حاجه بجد وراضي بحاله، وكمان بيساعد ويعافر في كل حاجه علشان يساعد اسرته. فمسح دموعه وطلب من ريو ان هو يخرجه من الشجره.
الشجره، وقال لهم انا هتعلم طريقه صنع الالعاب زي اخويا نيزو، وهصنع اللعبه اللي انا محتاجها وهعمل كل حاجه بايدي. وفي نفس اللحظه دي فجاه بيلاقوا نيزو داخل عليهم وبيعتذر منهم على المشاكل اللي سببوها اخواته الصغيرين. فكيتشي اعتذر لاخوه نيزو عن اللي عمله، ولقى اخوه نيزو بيديله اللعبه اللي هو كان محتاجها. فكيتشو اتصدم وقال له انت اللي صنعتها؟ فنيزو قال له لا مش انا اللي صنعتها، بابا هو اللي اعطاني فلوسها، وانا هضطر دلوقتي ان انا اخد مناوبات اضافيه في العمل علشان اجمع الفلوس دي تاني، فعايزك اول ما ترجع البيت تعتذر لبابا وتشكره كمان. وبعدها راح لياجي وضربه في رجليه وقال له يعني انا هقدر اصنع لعبه؟ ده كان مجرد كلام اطفال بيني وبينك. وبينتهي اليوم ده على كده. وبالليل بنروح لريو وكوتارو اللي كانوا قاعدين بياكلوا في البيت. فسايكاوا اللي هو سكرتير المديره قال لريو الواحد بدا يشوف في البيت ده حاجات غريبه جدا، ده انا كنت معدي من قدام السور لقيت مؤخرتين كانوا بينموا في شجر البيت، وده طبعا الولدين اللي كانوا مزنوقين في الشجره اللي هما الاثنين الاخوات اللي كنا بنتكلم عليهم دلوقتي. تاني يوم بنروح للحضانه تاني، وبنلاقي ريو بيقول للمساعد أسيدا ان هو مش هيجي الحضانه في وقت الغداء، ده لان عنده تقرير في ماده الكيمياء هو محتاج يخلصه ضروري، وطلب من أسيدا ان هو يخلي باله من الاطفال قبل ما يروح للفصل. وبعد كده ريو بيمشي، وأسيدا بعد كده بيجي علشان عايز يغدي الاطفال، بس بيكتشف ان ريو نسي الاكل بتاعه والغدا بتاعه في مكان الشغل. فكوتارو عينه بتلمع وبيروح يمسك بنطلون أسيدا وبيقول له انا عايز اوديه. فبيفهم هنا أسيدا ان كوتارو هو اللي هيودي الاكل لاخوه، فوافق على كده ولبس كوتارو سلسله مكتوب عليها رقم الفصل بتاع ريو، وده علشان لو تاه، وساب كوتارو فعلا يروح لوحده. بس أسيدا لما بعته حس بالقلق عليه، وشاف فجاه انوي كان معدي، فطلب منه ان هو يخلي باله من كوتارو لانه رايح يودي الاكل لاخوه. وفعلا كوتارو كان ماشي لوحده في المدرسه، والطلاب كلهم كانوا ملمومين حواليه ومستغربين منه جدا. وجه الوقت اللي هيطلع فيه السلم، فكل الطلاب عرضوا عليه ان هم يساعدوه علشان يطلع السلم، لان السلم باين ان الدرجه نفسها اكبر منه هو شخصيا. بس هو رفض منهم كلهم وقال لهم انا هوصل لاخويا لوحدي، وبدا يطلع على السلم فعلا واحده واحده درجه درجه، يعني معاه من هنا للسنه الجايه لحد ما يوصل. وبنرجع تاني لأسيدا اللي كان بيقول ان هو هيرن على ريو علشان يقول له ان كوتارو اخوك الصغير هيوصل لك الغدا بنفسه، بس افتكر ان ريو تليفونه بيكون مقفول طول ما هو في حصه في المدرسه. وبنكمل تاني مع كوتارو اللي كان لسه لحد دلوقتي بيطلع درجه درجه على السلم، وإنوي كان بيراقبه علشان لو حصل معاه اي مشكله. بس مره واحده وهو طالع على السلم بيقابل طلاب حرفيا ما شافوهوش وخبطوه. الولد كان اصغر من ربع رجليه، طيره اول ما لمسه بس كده. الاكل طبعا طار منه وكان هيقع، بس إنوي اتدخل بسرعه في اخر لحظه ولحق الاكل، وهو كان متنكر في الوقت ده في قناع علشان ما يقولوش يعني ان هو بيراقبه علشان يساعده. وبعد كده حط للولد الغدا وعطى الغدا تاني لكوتارو علشان يوصله. فكمل كوتارو طريقه على السلم ووصل فعلا لحد اخوه والفصل بتاعه وعطاله الاكل وهو مبسوط جدا. فريو لما شافه كان مبهور منه جدا ومبسوط وضحك وشكره وخده علشان يقعد ياكل معاه. ولما بيفتح الاكل بيلاقي ان الاكل كله اتلخبط على بعضه لما كان هيقع، الا ان ريو ابتسم ومحبش ان هو يغير مزاج اخوه الصغير وفرحوا وقعدوا ياكلوا مع بعض. وفي صباح يوم تاني ريو وكوتارو كانوا في الحضانة وكانوا بيكنسوا الأرض، ودخل عليهم فجأة ماميزوكا الممثل اللي هو والد الطالبين التوأم، وكان معاه تاكوما بس. فريو سأله فين كازوما، فتاكوما قال له ان اخوه كازوما سخن النهارده وتعبان فمش هيجي. وفعلا بنروح عند كازوما اللي كان راقد في السرير وكان سخن وعمال يعيط، وامه كانت قاعده بتعتني بيه. كازوما كان بيعيط برضه علشان كان عايز يروح مع اخوه علشان يلعب في الحضانه مع الاطفال، فامه حاولت تهديه وقالت له ان هي هتفضل معاه ولازم ياخد الدواء علشان يبقى احسن وعلشان يقدر يصحى بسرعه ويروح يلعب مع اخوه تاكوما والاطفال. وفي الحضانه ريو بيقول لماميزوكا ابوهم انه زمانه دلوقتي حاسس بالوحده، فماميزوكا قال له هو زعلان جدا ومتاثر وبيعيط على اولاده، وبيقول له ايوه صحيح لان دي اول مره هم يتفرقوا فيها عن بعض، واكيد ان تاكوما دلوقتي حاسس بالوحده لان اخوه كازوما لوحده في البيت دلوقتي وهما مش موجودين مع بعض. لكن بننصدم لما بنلاقي ان تاكوما خاربها مع كوتارو عمال يلعب ومبسوط ولا شغل دماغه. فلما ميميزوكا شاف ابنه فرحان فقعد يعيط اكتر، هو مصدوم ويقول ان اكيد ابني هو بيمثل دلوقتي ان هو مبسوط بس هو على العكس تماما من جواه، وبيقول اكيد هو زعلان جدا لان اخوه مش معاه. فأسيدا ظهر في الوقت ده وقال له انا هراهنك دلوقتي على 100 ين ان تاكوما مبسوط مش زعلان. فقال له موافق. فراح أسيدا علشان يسأل تاكوما هل هو زعلان ولا لا، وهل هو وحيد ان اخوه مش معاه. فالولد الصغير قال له لا انا تمام وزي الفل، وقال له ان هو وعد مامته ان هو هيلعب كتير وهيكون مبسوط علشان اخوه يخف بسرعه. فأسيدا هنا فعلا فاز في الرهان ده، فراح لماميزوكا وقال له اديني ال 100 ين بتاعتي. فماميزوكا قال له خد بطاقه الدفع المسبق دي اللي هي الفيزا بتاعتي وخد ال 100 ين منها، وطلب منه ان هو يوقع له على البطاقه علشان يقدر يبيعها بعدين يعني بمبلغ كويس، لان البطاقه هيكون عليها توقيع الممثل المشهور ماميزوكا. وهم واقفين بيتكلموا في الوقت دوت دخل عليهم هياتي وهو ماسك اخوه تاكا كانه حرفيا ماسكه متلبس
الجريمه. فطلع يجري تاكوما واخد كوتارو معاه وراح على هياتي، وساب ابوه كانه مش موجود من غير ما يسلم عليه قبل ما يمشي. فابوه زعل جدا ان هو كانه ما شافوش. فريو ادرك الموقف ان ابوهم هيزعل، فاخد تاكوما على طول علشان يودع باباه قبل ما يمشي. وكلهم بعدها دخلوا الحضانه تاني. وفي الوقت ده تاكا الصغير شاف تاكوما وهو ماسك ايد كوتارو طول الوقت، فاتغاظ منه وقال له ان كوتارو هو صديقه المقرب، وقعدوا يشدوا فيه هما الاثنين. فريو خاف على دراع اخوه، الاثنين عايزين ياخدوه ليهم. فهياتي جه على طول وضرب تاكوما على دماغه علشان يقعد ساكت. وبعد شويه كيرين الصغيره سالت ريو وقالت له هو ليه كازوما مش موجود النهارده. فهو قال لها ان هو تعبان ومصاب بالحمى. فتاكا اول ما عرف ان هو تعبان مسك السيف بتاعه وراح لتاكوما وقال له انا هروح وههزم الحمى علشان كازوما يبقى كويس اكتر. وبعدين تاكا خد السيف بتاعه وطلع يجري على أوسايدا وبدا يضرب فيه، وكل الاطفال جم معاه وكانوا بيضربوا معاه. فأوسايدا طلب المساعده من ريو، بس هياتي قال له ان هم اتاخروا على الفصل وسابوه ومشوا. وبعد ما مشوا الاطفال فضلوا على أوسايدا لوحديه وعمالين يضربوا فيه وفي دماغه. وبعد اليوم اللي كان مليان لعب ده الاطفال كلها تعبت ونامت. ولكن اثناء ما هم كانوا نايمين تاكوما صحي وكان عمال يدور على اخوه كازوما، وكان زعلان جدا ان هو مش موجود. ففي الوقت ده صحي كوتارو وخد باله ان تاكوما اخد بعضه ومشي وطلع بره من الباب. وفي الناحيه التانيه بنلاقي ريو خلاص خلص مدرسته وطلع يجري على الحضانه تاني. وفي الوقت ده كان هو قلقان على تاكوما وخايف عليه، لانه لو صحى من النوم ومش هيلاقي اخوه معاه هيحس بالوحده، وده اللي حصل فعلا. فهو بيجري في الطريق قابل اخوه كوتارو في وشه، فقال له ايه اللي طلعك من الحضانه دلوقتي؟ فكوتارو شاور له على الباب وقال له كمان ان هو قاعد هناك جنب قطه، وده لانه كان مستني اخوه كازوما يجي. فرين راح له مع كوتارو وقال له انت ليه قاعد لوحدك؟ فتاكوما قال له انا زعلان لان اخويا تعبان وما جاش معايا النهارده. فريو قال له ما تزعلش، هو اكيد هيصحى قريب وهيجي معاك، انتوا نسيتوا ان انتوا قدرتوا تهزموا الحمى. وقال له ما تقلقش، انا هخلي أوسايدا يرن على مامتك دلوقتي علشان تطمن على اخوك. وكان ريو لسه ما خلصت الكلمه لا ام تاكوما وكازوما كانت جات مع كازوما المدرسه وقالت لهم ان هو صحي ودرجه حرارته نزلت تاني، فعلشان كده جابت كازوما وجات علشان تاخد تاكوما وتروح معاه. فاول ما تاكوما شاف اخوه بقى كويس وكان ملهوف عليه فضل يعيط جامد لانه فرحان ان اخوه صحي من الحمى دي. فامهم خدتهم وهدتهم علشان يوقفوا عياط، وبعدها ودعوا ريو وكوتارو قبل ما يروحوا من المدرسه. وبنرجع دلوقتي لبيت المديره اللي بنلاقي ان التليفون فيه بيرن. فسايكاوا رد على التليفون وسمع صوت حد كان عمال يتنفس في السماعه بصوت عالي، وده كان الولد الصغير تاكا اللي بنلاقي ان اخوه هياتي ضربه على دماغه وقال له طالما انت مكسوف تتكلم ليه بتتصل من الاساس؟ فهياتو خد منه السماعه وقال لسايكاوا ان هو عايز يتكلم مع ريو او كوتارو. فراح سايكاوا وعطى التليفون لريو وريو اتكلم معاه. وبعدها تاكا خد التليفون منه علشان يكلم كوتارو وطلب منه ان هو يروح معاه المهرجان. فكوتارو غصب عنه خبط السماعه في راسه وقال له ان هو هيروح معاه. وراح بعد كده ريو عند المديره مع اخوه علشان يستأذنها علشان يروح المهرجان. فهي وافقت وقالت لهم اهم حاجه حاولوا ما تضيعوش فلوسكم على العاب ملهاش لازمه، لان اغلب البايعين في المهرجانات بيكونوا نصابين. فسايكاوا السكرتير المساعد جاب لكوتارو وريو اللبس التقليدي بتاع اليابانيين اللي بيحضروا بيه المهرجانات اللي هو اليوكاتا. فلبسوه فعلا وراحوا علشان يحضروا المهرجان ويقابلوا هياتي وتاكا اللي كانوا مستنيينهم في الوقت ده. فبنروح دلوقتي لهياتي اللي كان بيقول لاخوه تاكا انت ليه جايب السيف بتاعك كده هيضيع منك في المهرجان؟ فتاكا قال له لا ما تخافش انا مش هضيعه. فهياتي قال له براحتك انا حذرتك. وفي الوقت ده وصل كوتارو وريو عندهم، والاتنين على طول الصغيرين مسكوا بعض وطلعوا يجروا في المهرجان، وكان شكلهم لطيف جدا. وراحوا اشتروا لهم غزل بنات، وكوتارو ما كانش راضي ياكل فخلى الغزل بتاعه. وبعدها هم ماشيين شافوا محل من بتاع العاب اليانصيب اللي هو هتشد الحبل وتكسب هديه. فتاكا الصغير كان عايز يجربها علشان يكسب لعبه البطل اللي هو بيحبه. فطبعا ريو وهياتي عارفين ان دي لعبه نصب، فشالوا العيال الصغيرين وطلعوا يجروا. تاكا كان عمال يعيط ويصرخ في وسط المهرجان لانه كان نفسه يجرب اللعبه دي. وكملوا ماشي بعد كده في المهرجان لحد ما قابلوا جليس الاطفال أوسايدا اللي كان قاعد بلعبه هو كمان، وكان عمال بيسترزق من المهرجان ده. طبعا أوسايدا راشق في اي حاجه هتجيب له فلوس، يكون جليس اطفال، يصور اطفال، يصور اي حاجه، يشتغل في لعبه في المهرجان، يعني شخص بتاع شغل. تاكا في الوقت ده كان ميت من العياط لانه ما جربش لعبه اليانصيب علشان يكسب لعبه البطل بتاعته، وكان طبعا كل غزل البنات بتاعه ولسه كوتارو ما كلش بتاعته. في الوقت ده بنلاقي ان هياتي بص على اخوه تاكا وقال له فين السيف بتاعك؟ فبص تاكا على السيف في ايده لقى ان السيف مش معاه والسيف اختفى. بدا يبص على اللي حواليه يمكن خدوا السيف منه، فما لقاش معاهم اي حاجه. فبدا يصرخ ويعيط ولم الدنيا كلها لانه عرف ان هو ضيع السيف بتاعه زي ما اخوه حذره. وبعدها كلهم راحوا علشان يدوروا على السيف، بس للاسف ما لقوش اي حاجه. بس وهم في الطريق حد من الناس اللي شغالين في المحلات قال لهم ان انتوا لو ضايع منكم حاجه روحوا دوروا عليها في قسم المفقودات. ففعلا راحوا علشان يدوروا عليها، بس اول ما وصلوا القسم لقوا ياجي هناك اللي هو صاحبهم في المدرسه، وهو كان المسؤول
في المكان ده، فسالوا عن السيف بتاع تاكا لو كان موجود. فطبعا ياجي اول ما بص على الاطفال مناخيره جابت دم، فنيزو صاحبه كان موجود معاه وقال لهم سيبوا الواد المشبوه ده مكانه، ولو حاجه ضايعه منكم تعالوا دوروا عليها هنا. وفعلا نيزو طلع لهم كل السيوف الضايعه، بس للاسف سيف تاكا ما كانش ما بينهم. فتاكا فضل زعلان على سيفه اللي ضاع وكان عمال يعيط ويدمع. فهاياتي اخوه قال له ما تعيطش، انا هديك صفقه حلوه دلوقتي، ايه رايك نسيب التدوير على السيف وتنسى السيف بتاعك في مقابل ان انا هخليك تلعب لعبه اليانصيب اللي انت كان نفسك تلعبها. فتاكا طبعا اخيرا بدا يتقبل الواقع ان السيف ضاع وما كانش قدامه اي خيار تاني غير انه يختار انه يوافق على عرض اخوه. فراحوا فعلا على محل اليانصيب، وتاكا وقف قدام المحل وكان عمال يستعد وبيفكر هيسحب انهي حبل علشان يكسب الهديه واللعبه اللي هو عايزها. فراح كوتارو سحب له حبل كده بشكل مفاجئ من غير ما يحس، وهنا كانت الصدمه والمفاجاه لان كوتارو طلع هديه من الحبل ده، والهديه كانت السيف بتاع تاكا. فهاتي في الوقت ده راح مسك في البياع وكان هيمسكه يكسره لانه افتكر ان هو سرق السيف، وهو فعلا كان سرق السيف، بس قرر في النهايه علشان يسكتهم عوضهم بلعبه تانية وعطاها لكوتارو، والتاني رجع سيفه. وفي الوقت ده بينتهي اليوم ده على كده، وبنرجع في يوم تاني في ايام الاجازه لما بنلاقي تاكا وصل مع امه الحضانه وكان بيعيط على اخره وزعلان. فريو راح عنده قال له انت زعلان ليه؟ انت خانقت مع اخوك الكبير تاني؟ فتاكا قعد يحكي له عن اللي هو حصل ما بينه يعني، وكان عمال يعيط، بس المشكله ان ريو ما فهمش منه اي حاجه لانه بيتكلم بلغه الاطفال. فالمعلمه كاميتاني اللي هي ام تاكا حكت لريو على اللي حصل، وهو ان تاكا الصغير شخبط على كره بيسبول كانت موقعه، وكان هاياتي محتفظ بالكره دي من زمان لانه بيحب طبعا لعبه البيسبول. فريو اول ما عرف كده اتخض واتصدم لان هاياتي اكيد مش هيسامع تاكا، وقال لها اكيد ده هو طلع عين الواد الصغير. بس المعلمه قالت له يا ريته كان عمل كده زي المعتاد وضربه زي ما بيعمل دايما، لكن اللي حصل ان هاياتي اول ما شاف الكره بتاعته الثمينه متشخبط عليها تجاهل تاكا وما عملوش اي حاجه ولا قال له انت عملت ايه ولا ما عملتش ايه، يعني حرفيا كانه مش موجود. فتاكا اول ما سمعها قعد يعيط اكتر في حجر ريو وقال لها انا ما غلطتش وما عملتش حاجه غلط، هاياتي هو اللي غلطان اللي هو اخوه الكبير يعني لانه ما بيرضاش يلعب معايا. فالمعلمه طلبت من ريو في الوقت ده ان هو يروح يطمن على هاياته، لان هي حتى لو طلبت من تاكا ان هو يعتذر له فهاياته هيفضل يتجاهله، وده اللي بيزعل طبعا تاكا الصغير. فريو قال لها انا ما عنديش مانع ان انا اروح اطمن عليه واشوفه، بس للاسف اسيده مش هنا فانا مش هقدر اسيب المكان واروح. ففي الوقت ده فجاه بتدخل المديره بتاع المدرسه كلها وبتقول لهم ان هي هتهتم بالطفلين لحد ما ريو ما يرجع. فريو والمعلمه استغربوا من فعل المديره، فالمديره زعقت لهم وقالت لهم يلا بسرعه علشان وراكم شغل، ما تاخروش عليا وارجعوا بسرعه. فريو قبل ما يمشي قال لكوتارو وتاكا خليكم مؤدبين مع المديره وما تعملوش مشاكل، وبعد كده سابهم ومشي. بس اول ما مشي كالمعتاد كوتارو شاور على شعر المديره وقال لها شعرك منعكش، فالمديره بصت لهم بخوف، وتاكا على طول ما يعرفهاش طبعا خاف منها، فراحت له المديره وطبطبت عليه بحنيه وقالت له ما تعيطش امسح دموعك، وطلبت من كوتارو الصغير ان هو يروح مع سايكاوا علشان يجيبوا تلج. وفي الوقت ده بنروح لملعب كره القاعده علشان ريو راح يشوف هاياته، فلما راح واحد من صحابه راح وقال له ما تحاولش تقرب من هاياتي دلوقتي خالص لان هو حرفيا غضبان ومولع وعمال يكسر في كل حاجه، ده انا حتى رحت له علشان اقول له استريح وريح نفسك شويه، بص لي ببصه مرعبه وكان هياكلني. فريو قال له خلاص ما تقلقش انا هروح اتكلم معاه. فالواد قال له انا حذرتك استنى ده خطر دلوقتي ان انت تقرب منه، بس ريو ما خدش بكلامه وكمل مشي. ريو راح لهاياتي وقال له انا عايز اتكلم معاك شويه، فراحوا على جنب مع بعض وبداوا يتكلموا. ريو قال له ان تاكا زعلان وطول اليوم عمال يعيط وهو اكيد دلوقتي ندمان على اللي هو عمله. فهاياتي قال له يعني انت دلوقتي عايزني اعمل زي الكبار واكبر دماغي وما اعملش عقلي بعقل عيل صغير وعايزني اسامحه وارجع زي ما كنت. فريو قال له على فكره انت مش لوحدك في المواقف دي، انا اخويا كوتارو الصغير كسر لي حاجات كتيره لدرجه انه رمى التليفون بتاعي في الحمام قبل كده، وكمان التليفون بتاعي باظ وكان عليه صور ورسائل لابويا وامي اللي ماتوا. وقال له انا متاكد ان اخويا الصغير كوتارو ما يقصدش ان هو يأذيني او يسبب لي اي مشكله لان هو مجرد طفل، فعلشان كده انا نسيت الموضوع واعتبرت اللي حصل يعني مجرد حادث وخلاص انتهى. فهاياتي قال له انا مش مضايقني ان هو بوظ الكره نفسها، انا اللي زعلان منه ان هو شخبط عليها وهو قاصد ان هو يشخبط عليها، وكمان هو رافض حاليا ان هو يعتذر عن اللي هو عمله، يعني ما جاش وقال انا اسف بشكل مباشر، هو بيقول انا ما عملتش حاجه غلط، بس قال في الاخر مع ذلك ومع ده كله انا ما عنديش اي حل غير اني استحمله واصبر عليه علشان ده مجرد طفل. وبنروح دلوقتي للحضانه لما بنلاقي ان المديره عرفت ان تاكا شخبط على الكره بتاعت اخوه، وهو عمل كده علشان اخوه ما بيرضاش يلعب معاه. فتاكا قال لها وهو بيعيط انا مش غلطان، هو اللي غلطان لان هو ما بيرضاش يلعب معايا. فالمديره سالته ايه اغلى حاجه عندك يا تاكا انت بتعتز بيها ومش هتقدر تخسرها؟ فهو طلع السيف بتاعه وقال لها السيف ده هو ده اغلى حاجه عندي، السيف بتاعي اللي بهزم بيه كل الاعداء. فالمديره طبعا اول ما طلع لها السيف الغالي بتاعه خدته منه وطلبت من سايكاوا ان هو يجيب لها شاكوش علشان يكسره، وفعلا خدت السيف وراحت علشان تكسره. فتاكا اول ما شافها اترعب وخاف جدا علشان هتدمر
هتدمر اغلى حاجه عنده. كانت المديره خلاص هتكسره وهو زعق وقال ما تكسريش الكنز بتاعي، فالمديره وقفت في اخر لحظه وقالت له خد السيف بتاعك، بس خليك فاكر ان هو ده اللي انت عملته بالظبط مع اخوك. فتاكا اتصدم لما شاف الموقف ده وما قدرش يرد عليها، وفهم فعلا ان هو غلط. وفي نفس الوقت ده ريو وصل للحضانه ودخل عليهم، والمديره قالت له انا خلاص كده خلصت مهمتي. وبس يا جماعه هنوقف لحد هنا في حكايتنا وقصتنا الجميله واللطيفه جدا دي، واستنوا باقي الاجزاء ان شاء الله. فما تنسوش تحطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه علشان تتابعوا كل جديد، وشكرا لكم جدا على المشاهده والسلام.